صباحكم ورد وفل وياسمين. بصوا بقى الحلويات دي، بصوا حاجه كده حلوه قوي وسهله وفي الانجاز. اول بس كده ما حد يتصل عليك ويقول لك جاي تعملي السرفيز القمر ده، جنبيه شويه جلاش او سمبوسك، عزومه مية مية. بصوا بقى، انا ابني اتصل، انا جاي في السكه ومعايا صحابي. هنقول ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا لقيت نص كيلو بانيه في الفريزر، رحت مطلعاه بقى مقطعاه. تمام. اهم حاجه بقى في التتبيله اللي هقولك عليها دي، التتبيله، وتسيبيها بقى نص ساعه ولا حاجه. انا عبال ما جهزت الرز وجهزت العيش وكل حاجه كانت الفراخ اتبلت. بصي بقى يا ستي، التتبيله هتغسلي كويس قوي، اكون غاسله الفراخ كويس قوي بملح وخل ومصفيها. هحط لها نص كوبايه زبادي او نص كوبايه رايب، اللي عندك زبادي رايب لبن، وتحطي عليه معلقه خل، والتوابل نزلتها لكم. هتحطي بقى توابل شوي وكاري وكركم وبابريكا وملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر، وتقلبي الكلام ده كله كويس قوي مع شويه زيت. وما تنسيش الجنزبيل، انا قلت لك قبل كده الفراخ بتحب الجنزبيل. تمام. هنحط بقى زيت وسمنه. الرز على حسب الرغبه برضو. التوابل بتاع الرز هتحطي ايه بقى؟ هتحطي ورق روري، وحبهان صحيح، ولومن اللي هو الليمون الناشف بتجيبيه من العطار، وكاري وكركم. تمام. وشويه توابل فراخ برضو، كاتبالك المقادير. عايزه زبيب حطي، مش عايزه براحتك. تمام. احنا بنحب ناكله كده بالزبيب. والناحيه التانية كده بحمر عيش شامي. العيش الشامي عادي قصيه كده بالمقص على شكل مربعات وحمصيه. هو انت بتعملي ايه يا موني النهارده؟ بعمل لك شويه فتة شاورما حكايه. هنا بقى هنعمل التوميه في البيت. هتحطي كوبايه ميه وعليها معلقه ونص نشا. احنا هنا هنعمل الصوص بتاع التوميه خفيف مش تقيل قوي. لو هتعملي لي السندوتشات يبقى هتحطي معلقتين نشا على كوبايه الميه. حلو كده الكلام. تمام. بصي لازم تبقى كده شفافه، مش مكلكعه خالص لحد ما النشا تستوي. انا كنت مجهزه 3 فصوص توم بس لقيتهم كتار بصراحه، رحت حاطه فصين بس، وحطيت ملح وربع فنجان ليمون او خل اللي موجود عندك، وكوبايه نصها ميه ونصها لبن، وربع معلقه جنزبيل بس. وهتجيبي بقى كيسين مايونيز بيديها طعم حلو قوي كده وكريمي. تمام. وهي ده بتضرب في الخلاط كده، نقطي بقى الزيت شويه بشويه شويه بشويه لحد ما توصلي القوام اللي انت عايزاه. احنا عايزينه قوام خفيف عشان هنحطه من فوق الشاورما من فوق. تمام. طاسه سخنه جامد قوي، وهتنزلي بقى بالفراخ. لازم تبقى سخنه جامد عشان ما تبقاش تنزل ميه منك وتنشف. بصي ما نزلتش ميه ازاي؟ عشان احنا خليناها سخنت قوي ونزلنا بيها على طول. ما تقلبهاش على طول، لا، لازم تستني تاخد لون من تحت وبعد كده تقلبيها. هتقطعي بقى بصلايه، قرن فلفل احمر اصفر اللي موجود عندك. انا حطيت بصلايه قدامكم، هو المقدار ده ياخد بصلايه، بس انا بصراحه عملت بصلتين عشان انا بحب البصل بتاعها بيبقى مسكر قوي. انتي بصلايه على النص كيلو بانيه حلو قوي، ونص قرن فلفل، نص قرن فلفل احمر، واحد اصفر كده. تمام. الناس هتقولي دلوقتي الفلفل غالي، قرن احمر وقرن اصفر هتعملي بيهم طبختين. القرنين فلفل دول بكام؟ تقريبا كنت جايباهم والله ب15 جنيه، والفلفل الرومي موجود في السوق. تمام. وقلبي بقى كده تقليبه حلوه. وما تنسيش تحطي عليها معلقه توابل شوي او توابل شاورما، هتديلك ريحه وطعم حلو قوي. بص الرز، بسم الله ما شاء الله، شويه رز مفلفلين كده ولا احلى مطعم. بص طالعين عاملين ازاي، مفلفلين خالص. بص بوريكم الرز عامل ازاي. كده بقيت الاكل جاهز. اول بقى ما وصلوا رحت انا حاطه الطبق بقى كده، وعايزه اعمل لهم طبق مطاعم. رحت حاطه السرفيس ده وحطيته بقى ورق فويل كده، وتحطي العيش، وبعد كده تنزلي بقى بالرز المفلفل بتاعنا ده. بص الرز عامل ازاي، طعم طعامه. التتبيله دي حلوه قوي وبتخلي الرز طعم حلو جدا. العيش المحمص ده الولاد بيتخانقوا عليه طبعا، ولادكم كلكم زينا كده بيحبوا العيش المقرمش ده. انا كنت عامله بزياده وعامله طبق كمان زياده. وتنزلي بقى عليه على الوش كده بالشاورما وطبقين توميه، وترشي كده شويه توميه كده من على الوش. احلى عزومه. الولاد صحاب ابني عجبهم قوي. انتي بقى لو هتشتري السرفيس ده من بره هتشتريه بكام؟ تمام. انت بقى هتعملي بقى محاشي ولا اي حاجه، دي سهله. والولاد بيحبوا الاكل السريع ده، والاكل بتاع الشارع ده بيحبوه جدا. شوف الطبق ده بيتقدم في المطاعم بكام. وبسم الله ما شاء الله كانت حلوه حلاوه. ما تنسيش لايك وشير وكومنتات حلوه زيكم يا امارات. الاكله دي السرفيس ده يكفي 6 افراد مستريحين خالص. ودمتم في رعايه